كنت أستمع لضيفك. على كل حال حكاية المغرب وحكاية هاشتاغ خرج من المغرب هذه كلها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ويعطينا الدليل إذا كان عنده دليل. ظهر في المغرب الهاشتاغ هذا، ظهر في المغرب. لماذا؟ لأنه المغرب عنده احتقان كبير. يعني ما يخفاكمش باللي المغاربة في هذه الايامات راهم بداو يتحركوا في مظاهرات، بداو يتحركوا في. السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من قناتنا. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي ولا حديث الساعه في الجزائر وحتى في دول الجوار، وهو هاشتاغ مانيش راضي اللي شاع بزاف في السوشيال ميديا. هذا الهاشتاغ خلق بزاف ديال الجدل ودار نقاشات سخونه بين الجزائريين، بين اللي كيدافع على النظام وبين اللي كيعبر على الغضب ديالو من الوضع الحالي. ولكن المفاجاه هي ان كاين اللي كيتهم المغرب بانه هو اللي ورا هذه الحمله. شنو القصه؟ غادي نوضحوا كل شيء دابا. رد تبون أمس في اجتماعه مع الولاة على هاشتاغ مانيش راضي بأنه لا أحد يستطيع افتراس الجزائر بهاشتاغ. فما دلالة أن يرد تبون على هذا الهاشتاغ بعد استنفار السلطة الكبير حول هذا الهاشتاغ، والجزائر التي شهدت حملة اعتقالات وتوقيفات 13 الناشطين الذين نشروا هاشتاغ مانيش راضي على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبرته السلطة مؤامرة خارجية مخزنية، وردت عليه بهاشتاغ أنا مع بلادي، هاشتاغ مضاد، والذي رد عليه كثير من الجزائريين بأنا مع بلادي لكن مانيش راضي. معنا في النقاش من الجزائر محمد قندوز، ناطق باسم حزب الكرامة وعضو المجلس الشعبي البلدي سابقا في تيارت، ومن جنيف من سويسرا مراد شيكو والناشط السياسي. نبدأ معك من الجزائر محمد قندوز. مانيش راضي، هل هذه الدرجة هذا الهاشتاغ يأخذ كل هذا البعد إلى درجة أنه تبون يرد عليه؟ السلام عليكم اخ جمال، تحيه لك ولضيفك الكريم. فعلا شاهدنا في الايام الاخيره هذه ردود افعال ردود جزائريين حول هذا الهاشتاغ اللي هو ظهر في المغرب على كل حال، ما ظهرش في الجزائر. واذا كان هل ظهر في المغرب انه ربما دخل المغاربه على الخط، بينما الموثق انه الجزائريين نشطاء بسطاء عبروا بعفويه انه مانيش راضي، ربما دخلت مواقع مغربيه ومناشطون مغربي من المغرب فعلا، ولكن الهاشتاغ الموثق انه بدا جزائريون، ثم اخذ ذلك البعد رد عليه بحمله مضاده انا مع بلادي. ولكن هل ياخذ الامر انه رئيس البلاد يرد على هاشتاغ؟ تفضل من فضلك استاذ جمال نكمل. تفضل. لا فقط لكي نضع الامور في نصابها، يعني التاريخ مهم يعني. لا سي جمال، هي حقيقه ظهر في المغرب الهاشتاغ هذا، ظهر في المغرب. لماذا؟ لانه المغرب عنده احتقان كبير. يعني ما يخفاكمش باللي المغاربه في هذه الايامات راهم بداو يتحركوا في مظاهرات، بداو يتحركوا في تحركات كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي نظير القهر ونظير الجوع والتطبيع مع الكيان الصهيوني. كاين بعض الاشراف في المغاربه فعلا يهمهم انه هذا النظام المخزني يجب ان يتغير وبسرعه. ولهذا من بين عدم الرضا للمغاربه عن نظام المخزن ظهر هاشتاغ مانيش راضي. ولكن يعني باش نكونوا صراحه ونتكلموا مليح، اذا ذكر السيد الرئيس هذا الهاشتاغ ولا يعني انه يقصد به ربما بعض الاطراف اللي هنا في الجزائر. وثاني باش نكونوا صراحه الاخ جمال، الهاشتاغ هذا في الجزائر تاع مانيش راضي يعني تداوله يعني بعض النشطاء قليل بزاف في الجزائر، يعني ماهيش غالبيه كما راهم يسوقوا لها في الاعلام المعادي اللي راه في الخارج، ولا تسوق لها بعض الصفحات اللي هي داخله في هذه اللعبه تاع العداء ضد الجزائر. احنا نعرفوهم هذا الناشطين، انا واحد شخصيا نعرفهم بالواحد، يعني ممكن 20 أو 30 ناشط، فيهم بعض المحامين الاساتذه، فيهم بعض المثقفين، بعض الشباب. ولهذا رده الفعل هي اللي كانت قويه. كي نتكلموا على رده الفعل تاع الجزائريين، وكما ورد في تقريركم ربما واحد الاتهام مبطن على ان الجزائريين ربما هذا راهم واقفين مع بلادهم، وفي وقت سابق ما كانوش مع بلادهم. ولهنا يعني واحد التحوير تاع افكار والتلاعب بالالفاظ اللي في الحق لا ينطلي على الجزائريين. لماذا؟ لانه فعلا الكلمات اللي قالها الرئيس تبون في لقائه مع الولاة يعني كلمات منتقاة من الحقيقه وليست ديماغوجيه. لماذا؟ لأن الرئيس تبون كيقول للجزائريين دم الشهداء يسري في عروقهم، هذه ماهيش ديماغوجيه، هذه حقيقه قالها الرئيس. وفعلا كانت ردة فعل قويه جدا، وظهر يعني في مواقع التواصل
ملايين من الجزائريين اللي عبروا، ليس يعني للجزائريين اللي ما همش راضيين، لا، لانه العمليه بدات في المغرب وبداوا يسوقوا لها، حتى ان بعض المزارع الالكترونيه المعروفه بمثل هذا التآمر على الدول من خلال الهجوم السبراني او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في كيفيه يعني قلب الحقائق وتأجيج الوضع بحسابات وهميه ومعروفه على كل حال. ولهذا في راينا نحن في حزب الكرامه ان تصريح الرئيس تبون عندما قال انه بهاشتاغ هو لا يعني الشباب تاع الجزائر ولا لا يعني بعض يعني المثقفين اللي راهم يبدوا في الراي تاعهم، ولكن الفكره من الاساس ومنين جات من الجاره المخزن، ونعرفوا احنا المخزن وعلاقاته الصهيونيه الفرنسيه ومحاوله استثمار ما حدث في سوريا، ولو هنا بين قوسين يعني هذا التوظيف او هذا التشبيه يعني والمقارنه ليست في محلها. لماذا؟ لأن سوريا الكل يعلم أنها منذ حوالي 2012 وهي في حروب أهلية، سوريا تمزقت كلية عكس الجزائر. الحمد لله الجزائر هي تعيش يعني ديمقراطية وتعيش مؤسسات منتخبة والحمد لله جيشها قوي، اقتصادها تعافى، التطور يعني الحضاري والتطور العلمي والتطور السياسي يعني نشهده يوم بعد يوم عن طريق الممارسة وعن طريق ولكن لماذا إذا كان الأمر في سوريا لماذا بدأ أنه بالعكس أنه كان هناك حملة تخويف من الوضع في سوريا في أذرع إعلامية؟ الموقف الرسمي الجزائري كان داعما لبشار الأسد يعني حتى قبل 5 أيام من سقوطه، بيان وزارة الخارجية، وإن كانت هناك محاولة لتدارك الأمر بعد سقوط نظام بشار الأسد. الذي يتابع الإعلام الجزائري واضح أنه كان هناك حملة يعني مثلا التهجم على تركيا التي كانت تعتبر شقيقة، يقول تبون سمح للإعلام بالتهجم على تركيا دفاعا عن نظام بشار الأسد والتحذير من سقوط نظام بشار الأسد، وبعد سقوطه كان هناك تخويف في الإعلام الجزائري من مآلات الوضع في سوريا. هناك من ربط ذلك لهذا ظهرت المقاربات بين الوضع الجزائري والسوري. هي المقاربات بدات من النهار الاول. لماذا؟ لأن النوايا ظهرت وكأنه فتح قوس جديد من اجل المحاوله التي ما زال ما يأسوس منها الاعداء تاع الجزائر من اجل ضرب استقرار الجزائر ومن اجل التشكيك في كل مقوماتها وانجازاتها الحديثه وتلاحم الشعب تاعو مع المؤسسات. ولهذا بالعوده الى الموضوع السوري، الموضوع السوري احنا عرفنا يعني كما اسلفت انه كاين بعض الناس اللي لقاو فرصه وحاولوا يديروا مقاربات يعني يمدونا في افكار يعني ما عندها ثمن، ولكن احنا في الطبقه السياسيه وخاصه الموقف الرسمي الجزائري من النظام السوري، احنا واش نشوفوا خاصه في الطبقه السياسيه؟ النظام السوري السابق شفناه انه هو قلعه من قلاع الممانعه، هو قلعه من قلاع اللي ضد التطبيع، قلعه محسوبه على التيار يعني محمد قدوس راح دخلنا في دهاليز يعني منك صح على نظام الاسد، نظام الممانعه لم يطلق رصاصه واحده على اسرائيل يا محمد قدوس. رجاء اسمح لي تفضل، احترم عقولنا رجاء، يعني نظام الاسد نظام ممانعه يعني. تفضل اسمح لي الاستاذ جمال. تفضل. النظام السوري كل واحد واش يقول عليه. احنا نتكلموا على اساس انها كانت دوله عربيه في الجامعه العربيه لم تعلن التطبيع عالميا كما بعض الدول. يعني الخط الممانعه ماشيه فيه بشكل ظاهر جدا. ولهذا عوده الى الشعب السوري، احنا نشوفوا ان شاء الله الشعب السوري، لماذا؟ لانه هذا راينا الشخصي احنا في حزب الكرامه، نشوفوا ان الشعب السوري حاليا وبهذه الطريقه اللي اسقط بها النظام تاع بشار الاسد والاطياف الموجوده حاليا في الساحه السياسيه وكل يعني اللي ظهروا حاليا اعلاميا وسياسيا في المشهد السوري، نحن نتمنى للشعب السوري الشقيق ان يوفق في بناء مؤسساته وان لا ينحاز الى الحروب الاهليه ولا ينحاز الى الطائفه. طيب خلي اعتقد اخذنا ما يكفي من الوقت. سنعود الى الملف السوري بالمناسبه، وايضا هذا النظام الذي تصفه قلاع المقاومه الممانعه كان يقمع شعبه بشكل رهيب، ولعل في سيدنايا والسجون الاخرى نماذج. مراد شيكو، ما رايك؟ هاشتاج يثير كل هذا الجدل، استنفار داخل السلطه، وسائل الاعلام السلطه، طبقه سياسيه حتى، ويصل الامر الى رئيس البلاد يرد على هاشتاج.
اولا السلام عليكم السلام. جمال، وعلى الضيف الكريم وعلى المشاهدين. كنت استمع لضيفك. على كل حال حكايه المغرب وحكايه هاشتاغ خرج من المغرب هذه كلها ادعاءات لا اساس لها من الصحه، ويعطينا الدليل اذا كان عنده دليل. هذه واحده. ثانيا الفيسبوك ولا مواقع التواصل الاجتماعي يقدر اي واحد يتعرف بهم باللي هذا الهاشتاغ او هذا اللي مانيش راضي اول يوم خرجت وين بطريقه سهله جدا، لانه الان كل شيء اصبح متاح. ثالثا اذا كان هذا النظام كما راه يقول زميل انه المحطات يعني اقلعت وهناك رضا وهناك تقدم وهناك اصلاح وهناك، فلماذا هذا النظام يتخوف؟ ثانيا هذا هاشتاغ رئيس جمهورية بحد ذاته يرد على هذا الهاشتاغ. يعني هناك زعزع، هناك توتر، هناك خوف، هناك رعب من مجرد هاشتاغ. هنا نعود نرجع إلى شيء واحد، أنه هذه السلطة أو هذا النظام يعرف نفسه أنه غير شرعي، ويعرف أنه الظروف ليست يعني ما همش راضيين عليها الشعب. فبدلا من أنه يفتح قنوات حوار ويبدا يتناقش ويفتح الافاق نتاع الاعلام ويفتح ويعيط للسياسيين ويقولوا واش كاين، بالك ما عندوش معطيات، فبدلا من فتح الحوار فهو بادر بالاعتقالات وبادر بالقمع لنقول اسيدي لنقول انهم كانوا غالطين، لنقول انه صحيح هذا الهاشتاغ ما كانش من. هل هذه ردة فعل ردة يعني سليمة أو ردة شرعية أو ردة نتاع نظام حكيم، نظام رشيد؟ أبدا. هذه دليل على أنه نظام متخوف، نظام خايف من شباب نتاعو. ضف إلى ذلك هو يقول احنا خدامين في الجزائر، ماهوش كما بعض الدول قال لك احنا خدامين. إذا أنت خدام، هذو شباب هذو جزائريين ولا مش جزائريين؟ كيفاش هو يقول مانيش راضي تروح تديه للحبس؟ يعني يقول راني راضي بالسيف. ضف إلى ذلك الحملة المضادة اللي من وراءها النظام أو المخابرات أو الأجهزة الإعلامية التابعة للمخابرات أو التابعة للنظام، هي التي أسست لهذا. يعني تنظيمها وبثها وطريقة بثها تبان باللي شيء ولكن محمد قندوز كان يقول مواطنين عاديين أيضا ردوا على هذه الحملة، حملة أنا بلادي. معروفين المواطنين العاديين بهذه الطريقه، منظمين بهذه الطريقه، وشعار واحد بهذه الطريقه، وكل وسائل الاعلام الدعم فيهم وتساند فيهم، شيء باين هذا. رغم انه يعني النظام من حقه يدافع على روحه ماهوش مشكل، لكن انه الدفع عن القمع بالاعتقال بالمتابعات القضائيه فهذا شيء غير مقبول. هذا شيء يدل على ضعفك، يدل على عدم رشدك، يدل على أنه ما عندكش حلول، يدل على أنه أنت خايف من شعبك. أنا نضيف للأخ سي قندوز كل الأنظمة القمعية العدو تاعها الأول هو شعبها. لما ينحقر شعبك، يا هل ترى سوريا لو بشار حاور شعبه وأعطاه قيمة وشاف واش يخصهم كان توصل الأمور لهذا الشيء؟ أبدا. حتى قبل ما يسقط كانوا هناك دول اللي نادوا فيه ويقولوا له تحاور مع المعارضه، تحاور مع شعبك، فهو ابى. نزيد لك حاجه اخرى، هل تعلم انه الحكومه تاع بشار اللي نصبها لم يلتقي بها ولا يوم واحد، وهذا بتصريح من عند الوزير الاول او رئيس الحكومه السوري اللي كان في عهد بشار، قال بلي احنا ما تلاقيناش، ما كانش يتلاقى معنا. يعني شوف طريقه الحكم. ضف الى ذلك حتى الممثل تاع بشار الاسد في الامم المتحده صرح انه لم تكن هناك دولة، كانت هناك مجموعة أو آل الأسد، كل البلاد وكل الخيرات وكل المقدرات كانت تروح للعائلة واحدة. مع أنه طبعا مع أنه ذلك الممثل الجعفري كان أيضا يمجد حكم أو نظام الأسد. نعم، مقابل يعني في السابق. يعني طبعا نعم، هذا دليل على القمع اللي كان يعيش فيه حتى المسؤولين السوريين أو الشعب السوري، ناهيك عن التقطيع وعن القتل يعني كل هذا الاحتقان هو اللي خلى الشعب يثور عليه وخلى الجنود يرموا الأسلحة وينضموا للشعب. ولكن محمد قندوز كان يقول ما علاقة الجزائر تختلف عن سوريا؟ لا، الظلم لا يختلف، الظلم ظلم.
أيا هو ظلم، والحجرة أيا كانت هي حجرة. إذا أنا اليوم نعتقل شباب وغدوة الشباب يثوروا عليا، نقول منين جاوا هذو وأيدي أجنبية لماذا؟ علاش ما نفتحش معهم اليوم قنوات الحوار؟ علاش نعرف أنا إلا بالقزولة؟ هل يقدر النظام يعني يستعمل القزولة أكثر من التسعينات؟ هل يقدر يستعمل أكثر ما دار بشار في شعبه؟ يقدر يرمي البراميل ويرمي الكيمياوي ويرمي كل الأسلحة المحرمة على شعبه؟ لكن هاو صار عليه شعبه، لأنه الظلم هو يولد الانفجار، يولد الاحتقان. اليوم الشعب وش راهو يقول ما رانيش راضي. الشعب ما راش يحوس على العنف، بالعكس يقول ما رانيش راضي. لماذا؟ لأنه هناك أوضاع مزرية حقيقة. لماذا هذه السلطة لا تستمع رغم أنها تتوفر على القدرات، تتوفر على الخيرات، تتوفر على كل شيء؟ وهذا الشباب اللي راهو يقول أنا مع بلادي، هذا الشباب يعني هل هم راهم يدافعوا حقيقة على بلادهم؟ هل دافعوا عن الفساد؟ هل خرجوا داروا حملة ضد الفساد؟ هل خرجوا داروا حملة ضد الظلم؟ هل خرجوا داروا حملة ضد الاعتقال؟ لا، هادو تحركهم أيادي. أما اللي قالوا إحنا ما ناش راضيين فهم يعبرون عن وضع، يعبرون عن حالتهم اليومية، يعبرون عن المآسي نتاعهم. أغلبهم كانوا معتقلين بتهم واهية ومتابعين وعليهم غرامات ثقيلة بتهم لا أساس لها من الصحة. القصد منها هي تخويفهم. احنا نعرف أن الأنظمة القمعية لا تستطيع أن تصمد بالتخويف والقمع. طبعا على حتى الذين كثير من الجزائريين طبعا الذين قالوا انا مانيش راضي، وايضا اللي قلت ما راناش راضيين انا واحد منهم، ولكن وايضا كثير من الجزائريين في ايضا ولكن وانا مع بلادي مانيش راضي، ولكن انا مع بلادي. كذلك رد الجزائريون على هذا الوصم الذي الى جانب الوضع في سوريا حرك السلطه وحرك الطبقه. مراد شيكو سنحاول العوده اليك. وهؤلاء الذين ردوا مانيش راضي، ولكن أنا أيضا مع بلادي، وطبعا في خضم هذه الحرب الهاشتاغات صح التعبير، وأيضا الطبقة السياسية التي تحركت وتدعو للحوار. محمد قندوز تبون يقول ما هيش ديماغوجية، نحن من القلائل في بلدان العالم التي عكس نخدم الشعب وليس الشعب هو اللي يخدمنا. طبعا الجزائريون يعبرون عن عدم رضاهم على واقع. تبون نفسه عبر كم من مرة على عدم رضاه عن أداء الحكومة عن قطاعات عديدة، ولم يتعرض للتخوين وللسجن وللمتابعات. والجزائريون الذين عبروا على أنهم بالقول أنا مانيش راضي قالوا أيضا أنا مع بلادي، عادي أنا أكون مانيش راضي ولكن أنا مع بلادي. نعم، القضية في هذا يعني ما هيش مجرد هاشتاج أستاذ جمال ولكل الإخوة المستمعين. يعني كل الجزائريين حتى احنا الطبقة السياسية عندنا انتقاد لبعض المسائل، يعني في التنمية المحلية، في البيروقراطية، في مزيد من الحوار كما دعت إليه الطبقة السياسية بينها حزب الكرامة الأسبوع المنفرد. ولكن يجب أن نضع نصب أعيننا متى وضع هذا الهاشتاج وفي أي سياق ومن أي دولة جاء، وما هي الحسابات أو الشخصيات التي تدعم هذا الهاشتاج الذي ربما ذكر في تقريركم على أنه مجرد هاشتاج، ولكن هو مش مجرد هاشتاج. احنا نشوف فيه في حزب الكرامة أن الفتنة أشد من القتل، والفتنة نائمة لعن الله موقدها. ولهذا فالرئيس كما قلت أخ جمال، قلت أن الرئيس تبون في حد ذاته في لقاءاته الإعلامية أشار إلى عدم رضاه عن قوى مقاومة التغيير وبعض المسؤولين للأسف الشديد اللي كانوا ما يعطوش تقارير حقيقية، خاصة في مسألة مناطق الظل. وشاهدنا هنا في هذه الحصة وتكلمنا عن والي غليزان وبعض المسؤولين الذين أقالهم الرئيس تبون آنذاك. احنا في الجزائر نحن بصدد الإصلاح، والإصلاح الأكيد أنك تصلح الشيء الذي يحتاج الإصلاح، أو أنه ربما مريض أو أنه به عطب. ولهذا فالجزائر بعد خروجها من الحراك المبارك والعهدة الأولى التي مرت على مضض، يعني بالمرض تاع الرئيس، بالكورونا، بالتجاذبات الحادة، بالأذرع المالية والاقتصادية والسياسية للعصابة التي لا زالت تحاول عرقلة مسيرة الجزائر الجديدة. هذا سياق. والسياق الآخر الذي ذكر في هذا الهاشتاج كذلك في خيضم
جو عالمي مشحون. ما يخفيكمش الجزائر حاليا محاطة بدول وظيفية، محاطة بدول تطبع مع الكيان، يتآمر عليها جهارا نهارا. وقد شاهدتم تصريح الوزير الصهيوني من المغرب للأسف الشديد والذي هددها مباشرة. يعني كل المؤشرات في هذا السياق الزماني أو الزمكاني كما يقولون فيه شبهة كبيرة على أن، ولكن محمد قندوز قد يتفق معك جدلا، قد يتفق معك جدلا كثيرا، هناك مؤامرات فعلا، وأنه قد يستغل المخزن في حرب الهاشتاجات هذا الهاشتاج. ولكن هل الجزائر بهذا الضعف اللي يهزها هاشتاج تحركه حسابات مغربية يعني، أو هذا التضخيم لهذا الغول، غول المخزن الذي يستطيع التسلل البلاد، يحرق الغابات وغيرها، ألا يعطي صورة؟ هذا بالعكس يضر ويؤسف الجزائريين. كثير من الجزائريين يؤلمهم أن يصل وضع الجزائر إعلام رسمي يصل في التلفزيون يتعامل بصبيانية في التهجم على المغرب ويعطى هذه الصورة كأنه هذا غول أو بعبع كبير يأكل الجزائر. ألا يعطي صورة؟ بالعكس يضعف الجزائر. يعني هذه الصورة التي يراد تقديمها، يعني هاشتاج حتى لو حركه المغرب يهز الجزائر برأس مالها، بتاريخها، بشعبها، بكل شيء. يعني سؤال وجيه بصح نجاوبك الأستاذ جمال. التصريحات الرسمية الإعلامية هي ليست تصريحات صبيانية. يعني فرضا أن، لا اسمح لي محمد قندوز هنا لو سمحت لي، يعني شخصيا الذي يتابع إعلاميا أو كمواطن جزائري أن يأتي في التلفزيون الجزائري أن يتم التهجم على نساء في المغرب، هذه صبيانية يعني صراحة، وهذا لا يليق. يعني مثلا في خطوط معينة مثلا، يعني هل هذا يليق؟ أو هناك أذرع إعلامية أخرى تمارس ممارسات غير أخلاقية فعلا، لكن هل هذا يليق بالجزائر في إعلام رسمي يمثل الجزائر؟ اسمح لي الأستاذ جمال نوضح لك بون، أنت راك تشوف فيها بهذا الشكل وأنا نشوف فيها باللي باش نكمل لك الفكرة. كل تصريحات الإعلامية الرسمية أو تصريحات الطبقة السياسية أو الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي كلها تصريحات تنبع من إحساسنا بأن المغرب يأوي عدو لدود لكل البشرية، وبينه وبين الجزائر حسابات منذ إعلان قيام دولة فلسطين من الجزائر. والكثير من يعني الجزائر دفعت الثمن. يعني وتتكلموا انتم على سوريا وتتكلموا، الجزائر تعافت من ظاهرة اللي هي العشرية السوداء للأسف الشديد، وكاد أن يقضى عليها، والحمد لله برجال مخلصين والمؤسسة العسكرية وكل المقاومين آنذاك الذين تصدوا للتطرف الفكري وتصدوا للتطرف الإجرامي الذي صدر في الجزائر. ورأيتم ما رأيتم، وقضى حوالي 250 ألف جزائري جراء. أول حاجة خلينا نتعرفوا على هاشتاغ مانيش راضي. هذا الوسم بدا كطريقة باش بزاف ديال الجزائريين يعبروا على عدم رضاهم على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد. الناس كيهضروا على البطالة، غلاء الأسعار، قمع الحريات، يعني كاين إحساس كبير بالإحباط. ولكن هنا فين بدا النقاش كيسخن؟ كاين اللي كيتو من المغرب بأنه هو اللي نشر هذا الهاشتاغ باش يزيد يشعل الأوضاع في الجزائر. لكن واش بصح المغرب عنده علاقه بهذا الشيء؟ خلينا نكونوا واضحين، حتى دابا ما كاين حتى دليل رسمي كيبين ان المغرب هو اللي وراء هذه الحمله. هذه الاتهامات جات من بعض وسائل الاعلام الجزائريه وبعض الشخصيات اللي كيدافعوا على النظام، ولكن في المقابل كاين بزاف ديال الجزائريين اللي كيرفضوا هذه الاتهامات وكيقولوا بان هذا الشيء مجرد محاوله باش يتم التغطيه على المشاكل الحقيقيه اللي كيعاني منها الشعب الجزائري. شوفوا هذه التعليقات مثلا، بزاف ديال الجزائريين كيقولوا بان هذا الهاشتاغ طلع من داخل الجزائر وما عنده حتى علاقه بالمغرب، كيقولوا بان الشعب الجزائري عنده الحق يعبر على رايه بلا ما يتم اتهام جهات خارجيه. وهنا فين كيبان ان النقاش راه داخلي بين الجزائريين نفسهم، بين اللي مع النظام واللي ضد. الحقيقة هي أن هذا النوع ديال الاتهامات سواء كانت صحيحة أو لا كيبقى الهدف منها غالبا هو تحويل الانتباه من المشاكل الحقيقية. الشعب الجزائري عنده مطالب واضحة، وعوض ما يتم الاستماع ليه كيبداو كيتخلقوا قصص على أعداء خارجيين. ولكن واش هادشي كيبقى حل؟ دابا السؤال اللي كيبقى هو شنو رأيكم في هذا الموضوع؟ واش كتشوفوا ان هذا الهاشتاغ فعلا طلع من الداخل ولا كاين شي جهه خارجيه كتستغل الوضع؟ وشنو رأيكم في الاتهامات اللي كيتعرض ليها المغرب؟ خليوا لينا تعليقاتكم وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه ونتلاقاو في الفيديو الجاي.